بيبدأ الفيلم بمكان فضائي في أحد الكويكبات، وفي أكبر مركبة فضائية بتظهر الرئيسة وهي تتهم أحد العلماء بتجارب جينية غير شرعية، وبنعرف إنه صنع واحد من أحد التجارب دي وسماها 606، وبيقول إن ضد الرصاص والنار وتفكيره أحدث من أسرع كمبيوتر وبيشوف في الضلمة وبيحرك أشياء قده 3000 مرة، وبتقوله الرئيسة إن ده وحش ولكن بتديله فرصة أخيرة في إنه يقول حاجة كويسة، لكن ساعتها الكائن ده بيقول كلمة بذيئة فبتتعصب جدا وبتأمر إنهم يخلصوا عليه، وبعدها بيروح المعمل عشان يتخلصوا منه ولكنه بيلهي الأجهزة اللي حواليه وبيدمرها وبيقدر يهرب من الحراس بقوته الخارقة واللي مش موجودة في حد غيره، وبياخد مركبة صغيرة وبيهرب بيها وبنعرف إنه طلع من الغلاف بتاعهم. تؤمر الرئيسة بمراقبته وبيكون وصل لكوكب الأرض اللي بتعرف إن كوكب الأرض ده كله مية، فبتقول إنه هيموت هناك ولكن حظه إنه بينزل في مكان فيه أرض مش مية، وبيجي خبير في كوكب الأرض وبتقوله إن إحنا لازم ندمر الكوكب ده، ولكنه بيرفض وبيقولها استحالة وإن الكوكب ده كل لما بيتدمر بيتكون تاني من جديد، فبيقولها إن إحنا نبعت له حد أحسن، وساعتها بتروح للعالم اللي صنعه وبتقوله يرجعه وهترقيه في الشغل، وساعتها بيوافق. وعلى الأرض بنشوف بنت اسمها ليلو وهي رايحة تدريب الرقص متأخر، وبعدين بيزعلها المدرب إنها اتأخرت، وواحدة من صاحباتها بتتريق عليها وبتقولها إن مخك فوت خالص، وساعتها ليلو بتضربها وبتعضها، وبيضطر المدرب إنه يمشيها وبيطلب منها تستنى أختها عشان هتيجي تاخدها، وبتقابل ليلو صحابها اللي بيفضلوا يتريقوا عليها، وبنعرف هنا إنها وحيدة وما عندهاش صحاب ومفيش حد بيحبها، وبيقول إنها مخيفة جدا. تزعل ليلو جدا وبتروح البيت لوحدها، ولما بتروح أختها اللي بنعرف إن اسمها ناني مش بتلاقيها، فبتعرف إنها رجعت البيت، وفي البيت بتكون ليلو قاعدة مشغلة أغاني وزعلانة جدا. تفضل أختها تتحايل عليها عشان تفتح بسرعة قبل لما المشرف الاجتماعي يجي، ولو شافها كده هتبقى مصيبة، ولكن المشرف بيجي وهي بتحاول تفتح الباب وبتتوتر جدا لما بتشوفه، وبعد محاولات كتيرة بتقدر تدخله من باب المطبخ، ولما بيدخل بيلاقي كل حاجة متبهدلة وإنها مهملة جدا وبتسيب أختها لوحدها، وكمان الأكل بيتحرق، وبيسأل ليلو شوية أسئلة اللي أول لما بتشوفه بتقوله شكلك مش مشرف اجتماعي خالص، وتتكلم في الأول كويس عن أختها ولكنها في الآخر بتقوله إنها بتضربها. وبعدين المشرف بيديها الكارت بتاعه تكلمه لو أختها سابتها لوحدها تاني، وبيقول له أختها إن الوضع سيء وقدامها 3 أيام عشان تغير الوضع ده وإلا هياخد منها أختها. وأول لما المشرف الاجتماعي بيمشي ناني بتجري على ليلو وبيفضلوا يتخانقوا هما الاتنين مع بعض، وبنفهم هنا إن ده شكل علاقتهم في الغالب. وبالليل ناني بتدخل الأوضة ومعاها أكل وبتعتذر لليلو وبتقولها إنها بتحبها جدا، وليلو بتقولها إن الناس مش بتحبني، وفجأة النور بيطفي وبيشوفوا ضوء بينزل من السما، وليلو بتفهم إنها نجمة وبتقولها تمشي من هنا عشان تتمنى حاجة، وساعتها ليلو بتتمنى يبعت لها حد يبقى صاحبها ويفضل معاها على طول وما يسيبهاش. وبره بنشوف الكائن رقم 606 بعد لما نزل على الأرض، وبنعرف إن هو نفس الضوء اللي كان نازل من السما، وبيدوس عليه عربية نقل وبيطلبوا الإسعاف، وساعتها بنشوف إنهم حطوه في مكان لبيع الحيوانات، وساعتها ليلو بتكون موجودة عشان تشتري حيوان تربيه، وبنشوف الكائن رقم 606 اللي بيحاول نفسه شبه الكلب على طول علشان تاخده، وساعتها ليلو بتحبه جدا وبتصر انها تشتريه وبتسميه ستيتش، وبيمضوا على عقد الملكية وبيمشوا. وبنلاحظ هنا ان العالم نزل الارض هو والخبير وبيراقبوا ستيتش، وبنعرف برضو ان ستيتش حاسة السمع عنده قوية جدا، وبتكون خطته ان ليلو تشتريه عشان العالم ما يقدرش ياخده. وبتشوف ليلو صحابها وبتعتذر لصاحبتها ولكنها مش بتقبل اعتذارها، ساعتها ستيتش بياخد العجلة بتاعتها وبياخد ليلو وبيمشي وبيحاول يلاقي مكان يقدر يطلع منه عشان يروح مدينة ويدمرها زي ما هو اتبرمج، لكن بيعرف في الآخر إنها جزيرة يعني متحاطة بالمية من كل ناحية ومش هيقدر يطلع منها. وبنلاحظ إنه عدائي جدا وبيحاول يدمر أي حاجة، وبنشوف العالم والخبير وهما بيراقبوه ومتنكرين في شكل بني آدمين ومستني ستيتش يستسلم عشان ياخده. وبيجي الليل وبنلاقي المطعم اللي شغالة فيه ناني وفي صديق ليها هنا بنعرف إنه بيحاول يقرب منها ولكنها بتتجاهله، والعالم والخبير بيحاولوا يخطفوا ستيتش ولكنه بيعمل مشكلة معاهم، وبتحاول نانا تنقذ الموقف، بيجي صاحب المطعم وبيرفضها وبتمشي هي وليلو وستاتش. ولما بيوصلوا البيت بيحاول ستاتش يدمر كل حاجة، وليلو بتتخانق مع أختها عشان عايزة تمشيه وفي الآخر بتقنعها إنه يفضل وبتوافق، وبتعرف ليلو ستاتش على سريره ولكنه بيفضل يدمر كل حاجة تاني، وبتقول لليلو إنه يجرب يعمل حاجة كويسة مرة واحدة في حياته، وبيعمل شكل مدينة بالأدوات بتاعتها وبيدمرها برضه بنفسه. وبنعرف هنا إنه مهووس بفكرة تدمير مدينة كاملة زي ما تم برمجته بالظبط. وبيجي الصبح وبتصحي ليلو أختها وبتوريها أداة الموسيقى، وإنه ستاتش لما بيحط صباعه عليها وبيفتح بقه الموسيقى بتشتغل لوحدها، والاتنين بيكونوا مصدومين. ولكن فجأة بيخبط المشرف الاجتماعي، وأول لما ستاتش بيشوفه بيضربه بالكتاب، وساعتها ناني بتعتذر له وبتقول إنه كلب ليلو، وفي الآخر بيقولها إنه عرف إنها ما بقتش تشتغل ولازم تشوف شغل، والكلب ده لازم يبقى مواطن مثالي، وبيسيبها وبيمشي. وبتعلم ليلو ستاتش الرقص وكل حاجة عشان تحوله لمواطن مثالي، وفي نفس الوقت بتحاول ناني تلاقي شغل، ولكن في كل مرة ستاتش وليلو بيبوظوا عليها الوظيفة. وبيجي صاحب ناني اللي اسمه ضيف وبيلعبوا كلهم بالتزحلق في البحر، وستاتش بيكون خايف جدا في الأول ولكنه في الآخر بينزل يلعب هو كمان معاهم، ولكن فجأة بيظهر العالم والخبير
كبير وبيشد ستيتش منهم في المية وبيقعوا كلهم، وبتطلع ناني وليلو على الشط، وبينزل ضيف صاحب ناني ينقذ ستيتش من تحت المية، وبيجي المشرف الاجتماعي وبيكون شاف كل ده، وبتحاول ناني توضح له اللي حصل ولكنه بيتأسف لها وبيقول لها انه هيجي الصبح وهياخد ليلو. وضيف صاحب ناني بيقول لستيتش ان يا ريتك ما جيت عشان ده كله حصل بسببك، وبيزعل ستيتش جدا وبيظهر انه ندمان على اللي حصل. وبيجي الليل وليلو بتقول لستيتش انه ممكن يكون واحد من العيلة بس ما تمشيش، ولكن ستيتش بيسيبها وبيمشي وبيكون مش عارف هيعمل ايه. وبعد كده بيجي العالم والخبير وهم طالعين من الميه، وبتكلمهم الرئيسه وبتقول لهم انهم مرفوضين بسبب انهم لسه ما مسكوش ستيتش. وساعتها العالم بيفرح انه اترفض وبيقولوا انا كده هقدر امسكه بطريقتي. وبنروح للرئيسه اللي بتطلب من كابتن جانتو انه يعمل هو المهمه دي. وبيجي الصبح وبنشوف العالم اللي راح لستيتش، وساعتها ستيتش بيتكلم وبيقول له انه مستني عيله هو كمان، ولكن العالم بيقول له انه ملوش عيله وان هو اللي ركبه وهو معمول بس عشان يدمر. ولكن ستيتش مش بيتقبل كلامه وبيهرب. وبتروح ليلو لناني وبتقول لها ان ستيتش مشي، وبتكون زعلانه جدا. وفجاه بيخبط ضيف وبيقول لناني انه لقالها شغل، وبتروح معاه بسرعه وبتطلب من ليلو انها ما تخرجش من البيت. وبعد شويه بنلاقي ستيتش دخل لليلو البيت وبيدخل وراه العالم وبيحاول ياخده وبيدمر جزء كبير من البيت. ساعتها ليلو بتجري وبترن على المشرف الاجتماعي وبتقول له ان في كائنات فضائيه في البيت، وبتروح لستيتش والعالم وبنعرف ان معاهم قنبله صغيره وبيفضلوا يرميها لبعض. وساعتها بياخد الخبير ليلو وبيجري بره البيت، ونفس الوقت ده البيت بيكون انفجر كله. وبتكون المطافي جت، والمشرف الاجتماعي اللي ليلو بتحكي له كل حاجه توصل ناني، ولكنه بيدخل ليلو العربيه وبتسمع انه هياخدها من اختها، فبتهرب وبيروح لها ستيتش وبيظهر لها بشكل فضائي، فبتعرف انه كمان زيهم وبتقول له يبعد عنها. ولكن فجأة بيصطدم كابتن جانتو وبتشوفه ناني وبتتصدم، وستيتش ساعتها بيقدر يكسر جزء من الإزازة وبينط، ولكن المركبة الفضائية بتكون مشيت بليلو. وناني بتفضل تضرب ستيتش فبيتكلم فبتتخض فبتضربه تاني. وساعتها بيجي العالم وبيقدر ياخده، وناني بتكون مصدومة من اللي بيحصل وبتسألهم فين ليلو، ولكنهم بيقولوا انهم مش هيقدروا يساعدوها. وساعتها ستيتش بيقولها الجملة المشهورة بتاعتها هي وليلو، وانه أهانة معناها العيلة، والعيلة محدش فيها بيتنسي. وبتتصدم ناني من كلامه، وبيقدر ستيتش يقنع العالم انه يفكه وينقذوا ليلو، وبيروحوا هما الأربعة مع بعض وبيركبوا مركبة فضائية وبيكونوا وصلوا عند مركبة ليلو. وبيتصدم الكابتن لما بيشوفهم، وبيتصدم أكتر لما بيشوف ستيتش معاهم وبيحاول يهجم عليهم، وبينط ستيتش على المركبة بتاع الكابتن عشان ينقذ ليلو ولكنه بيقع على الأرض. وساعتها بيقدر الكابتن يحدد مكانه وبيحاول يقتله بالشعاع، وبيقدر ستيتش يتفادى الضربة. وبعدها بيشوف عربية النقل وبياخدها من السواق وبينزل بيها في بركان، وساعتها بتنفجر. وبسبب الانفجار ده بيطير ستيتش فوق عند مركبة الكابتن وبيرميه من المركبة وبيشيل ليلو وبيقولها ان محدش بيتخلى عن عيلته، وبينزلوا كلهم الارض تاني. ولكن ساعتها بتكون قوات الفضاء جت وبتاخد الرئيسة ستيتش وبتزعلهم كلهم، ولسه هتكمل كلامها ولكن بتتفاجئ لما بتلاقي ستيتش بيتكلم وبيقول لها انا ممكن اقول باي باي قبل لما امشي، وبتوافق. وساعتها بيشكرها، وده كله بيكون تحت صدمتها. وبتسأله مين دول، بيقولها ان دول عيلته. وبيقول المشرف الاجتماعي ليلو ان مش المفروض تكوني اشتريتي الشيء ده بنفسك. فبتطلع ليلو ورقة الملكية وبتوريها لرئيسة الفضاء وبتقول لها لو خدته ستيتش تبقى كده سرقة لانه بتاعها. وساعتها بتقرر الرئيسة ان كده موافق للقانون وانه هيتم نفيه على كوكب الارض وهتكون هنا على طول. وبتقول لهم ان العيلة دي اصبحت تحت حماية منظمة الفضاء المتحدة. وفي الاخر بتعيش ليلو وستيتش وناني في سعادة وبيكونوا عيلة واحدة. وبكده يكون خلصت قصتنا، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل قصة جديدة.